الراجل اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ما اتكلمناش عليه قبل كده في البرنامج. هو راجل الوسواس. ست اتعرفت على راجل قال لها انا عندي شقه في المكان الفلاني، هي كاتبه فين. بعد شويه قال لها ان انا هتجوزك، لكن هتجوزك من غير امي وابويا عشان انا متخانق معاهم وما بدخلهمش البيت. فهي بتقول لي انه للوهله الاولى الكلام كان غريب جدا، يعني ايه ما بيدخلهمش البيت. المهم انه هي والدتها الله يرحمها كانت كل حاجه ليها هي اللي كانت بتديها رايها، وهي اللي كانت بتخطط لها حياتها. والدتها توفت، فابوها قال لها روحي اتجوزي هذا الراجل ده. المهم انه هي فعلا قالت ان هي اتجوزته. بعد ما اتجوزته بشويه ابتدى يقول لها ما تمسكيش حاجاتي، ما تمسكيش الكنبه، ما تنظفيش السرير، مالكيش دعوه بعفش بيتي، مالكيش دعوه بحيطاني، مالكيش دعوه بهدومي، ما تتحركيش جوه البيت كتير، ما تستعمليش حاجات البيت، مالكيش دعوه بالادوات بتاعه الطبيخ، الحلل، الطاسات، اللي مش عارفه ايه كذا، مالكيش دعوه بيهم خالص. فابتدت تقول انا يعني مراته ما بقتش فاهمه. المهم انه بعد شويه وقت هو بقى بيخرج يروح الشغل، فهي عايزه تاكل، فعايزه تدخل المطبخ تجيب كوبايه تشرب منها، تجيب مش عارفه ايه. فبتقولي انا ابتديت يبقى عندي رعب من نوع غريب وجديد، ان انا خايفه امسك اي حاجه في البيت لا تقفش فاتبهدل. المهم انه في يوم خناقه غريبه جدا، دخل لقى كوبايتين في الحوض. انا مش قلت لك تشتري كوبايات بلاستيك؟ حاجه كده انا مش فاهماها، حاجه ما عدتش عليا بصراحه قبل كده خالص. قالت له اعمل ايه؟ ما انا مش عارفه ايه، الكوبايات خلصت ايه. راح ضربها. بعد الضرب باسبوعين 3 ابتدى يبقى فيه مد ايد. وهو ده، هي بتقولي هو الموضوع لا خيانه ولا هو ده الموضوع. سبت للاسف حملت. لما حملت قال لي تنزلي العيل، انا مش عايز عيل، مش عايزه اخلف خالص في حياتي. ايوه ده مني عشان انت بتكرهني؟ لا انا بحبك بس انا مش عايزه عيل. رفضت، رحت عند ابويا ورجعت وهكذا. لما رحت عند ابويا وهنا بقى الموضوع، ابويا قال لي انا كمان مش عايزك عندي في البيت، اتفضلي روحي بيت جوزك. اعمل ايه يا رد؟ اعتقد والله اعلم ان ابوكي بيعمل كده عشان ما يخربش عليكي، عشان ما يبقاش بيحسسك ان هو بيساعدك ان انتي تسيبي بيت جوزك، وان انتي ممكن تنزلي العيل او تحتفظي بيه. يمكن هو مش عايز مسؤوليتك ومسؤولية بنتك او ابنك اللي في بطنك، الله اعلم. لكن مهما الاب قسي ومهما الام قست، عمرها ما هيكون في قساوة الزوج بين قوسين او الزوجة في بعض الاحيان. رأيي لا، ما تكمليش. مش عشان فكرة ان هو عنده وسواس قهري، ومش عشان فكرة ان هو عنده مشكلة في انك ما تمسكيش حاجات البيت، او هو محسسك انك غريبة او وحيدة في البيت او كذا، لكن واحد مش عايز يخلف مني. اني شكل حياة جاي غريبة في بيتي مش بيتي، ضربني واهني، مد ايده عليا وقل ادبه عليا. ده احنا بنرص جنب بعض اهو. يعني الجملة ما فيهاش عنده مرض او وسواس قهري مخليه ان هو يعمل 1 2 3، لا، عنده مرض، مش عايز يخلف مني، شتمني، ضربني. وعادة الستات بتكمل عادة وتضطر تستحمل وتمشي الدنيا وتمشي نفسها وتمشي الحياة وتقول اهي حياة وهتخلص عشان خاطر العيال، لكن هو مش عايز العيل. إذا كنت انتي بقى بتاخدي رأيي في فكرة ان احنا ننزل العيل او ما ننزلوش، لا ما ننزلوش. ما ننزلوش لانه حرام، وما ننزلوش عشان بعد شوية وقت لما هتبقي وهتخلفي والعيل يبتدي يتهته ويقول مه وبه ومم، ويكبر كمان شويه ويبتدي يزحف، ويكبر كمان شويه ويبتدي يجري يمشي، بعدين يبتدي يجري، بعدين يبقى ليه طلبات، بعدين يخش مدرسه وحياه. هيجي لحظه عليك تقول هو انا كنت بعمل ايه قبل ده؟ وربنا كريم، وحقيقي العيل بيتولد برزقه، حقيقي العيل بيتولد برزقه. فما تقوليش ان انا ما عنديش امكانيات ماديه فهروح انزل عيل. اللي خلقه هيرزقه، وده رايه منتهى الامان.